في اخر اف ان سي اس براكتس كاب قبل الجلوبالز عندنا تريوس من ميدل ايست بتتاهل فاينلز على اوروبا، عندنا 2 تريوس من مصر بتاهلوا فاينلز ميدل ايست، عندنا كلاش في ان اي ما بين بيتر بوت وكندا. فولا ندخل في الموضوع على طول. خلينا نبدا بالاوبنز بتاعت ميدل ايست. عندنا سبينو سولو دو ماجر، عندنا كالو سالفا وبي دي، عندنا ريو، عندنا ارو. اسماء كلها كنا بنشوفها كتير جدا وبتتاهل فاينلز كتير جدا. المفاجاه هنا هو وجود شاب وفوكس وفليكزي في توب 5. شابو فوكس وفليكزي تريو من اي يو بيلعب على 120 بينج وبيتأهل في توب 5، يعني حتى مش واخد مركز تحت، لا هو واخد توب 5. بالمناسبة فوكس من بلد يعني مش حابب اذكر اسمها. فرسالة برو بلايرز بتوع ميدل ايست، بدل ما نجري في المصريين يا اخواتكم نجري في اللي ما يتسموش دول. المفاجأة الاكبر هنا ان احنا عندنا 2 تريوز من مصر، 2 تريوز فول ايجيبشنز، ال3 لعيبه مصريين بيلعبوا على 40-50 بينج وستيل بينافسوا مع الاسامي الكبيره. عندنا فولتكس وكول وحسونا في توب 9. كلنا شفنا فولتكس الجراند فاينلز الاخيره بياخد توب 4 مع ريكستر واسكا. شفنا برده كول كيد بيلعب جراند فاينلز مع كندكس وارو. شفنا حسونا مع ليوا ورويت. النهارده ال3 بيتجمعوا مع بعض عشان يكونوا تيم ياخدوا توب 6 في داي 1 وتوب 9 اوفر اول في داي 2 مع داي 1. عندنا بعد كده ياسين وفتله وانتر في توب 16. طبعا ياسين وفتله سمعنا اساميهم كتير، يعني مش محتاجين انترودكشن او مش محتاجين اعرفكم هم مين. واخدين توب 2 اخر جراند فاينلز وكلنا عارفينهم. بنشوف اسم جديد معاهم وهو انتر. بالمناسبه هو اخو ياسين الكبير. شفناهم كانوا بيلعبوا مع شرشف بس قرروا يلعبوا اخر تورنمنت مع انتر وبيتاهلوا للفاينلز معاه. 2 تريوز مصريين 100% بيلعبوا على بنج اعلى بكتير جدا من الافريج بلايرز اللي تاهلوا. فرحان لهم جدا، خصوصا انهم المره دي ما اختاروش يلعبوا مع حد تاني من بره، بل بالعكس لعبوا مع حد مصري زيهم، واثبتوا انه ممكن عادي تيم كامل مصري يتاهل للفاينلز و2 3 مش تيم واحد بس. فمتحمس اشوفهم في بطولات الدوق جايه والاف ان سي اس اللي بعد كده عندنا في الفاينلز كال وسالفا وبي دي بياخدوا الفيرست بليس. شفناهم بياخدوا توب 2 توب 6 في البطولات اللي فاتت. النهارده بياخدوا الفيرست بليس بافريج بليسمنت 6.0. طبعا كانوا الاسابيع اللي فاتت في بيف مع التريو بتاع ياسين وفتله. كلنا شفنا اللي كان بيحصل على تويتر والتويتس اللي كانت بتنزل. انا مش حابب اعلق على الموضوع عشان الناس بدات تاخد الموضوع ان هو ما بين مصر والسعوديه وخناقه وبنتخانق على لعبه في الاخر، فانا مش حابب اعلق على ده. خلينا نركز على ان هم اول ما عايزوا يكسبوا البطوله فعلا كسبوها بماتش هيستوري مش طبيعي. اول جيم 25 كيل وين، بعد كده توب 7 توب 8 فيرست بليس 9 كيلات، بعد كده عندنا توب 7 14 كيل. فهم مش بس كانوا مركزين على البليسمنت، كانوا مركزين برضه على ان هم يجيبوا كيلز. عندنا توب 2 سلاي واسامه بياخدوا توب 2 بعد ما عملوا دروب لحمان اللي لعبوا معاه الويكس اللي فاتت عشان ياخدوا مكانه بتال، وحمان لعب مع تيم تاني. بياخدوا توب 2 النهارده اول مره يلعبوا مع بعض. عندنا توب 3 برضه تريو جديد سولو دو ماجر وسبين، تريو جديد اول مره يلعبوا مع بعض بياخدوا توب 3. فالكيمستري اللي ما بين لعيبه ميدل ايست بدات تظهر، بدات الناس تغير تريوز جديده جدا لسه اول مره يلعبوا مع بعض. بياخدوا توب 1 و2 و3. برضه توب 4 ريو بيلعب مع تيم جديد. فهتلاقي معظم التيمز المتاهله فاينلز عدد كبير جدا منها تريوز جديده اول مره يلعبوا مع بعض. عندنا هنا التريوز المصريين فولتكس وكول وحسونا بياخدوا توب 14، مش احسن حاجه بس ستيل عملوا سكيور $300 كل واحد $100. عندنا للاسف ياسين وفتله وانتر بياخدوا توب 29. ممكن البلان اللي كانوا حاطينها مع شرشف او طريقه اللعب اللي كانوا بيلعبوا بيها مع شرشف ما نفعتش مع انتر. متحمس جدا اشوفهم في البطولات اللي جايه ومتاكد ان هم هيكسبوا احسن من كده بكتير. نخش على الاوبنز بتاعه اي يو. عندنا يعتبر نفس الاسامي اللي بتتاهل كل مره: ايدروب شاريكامي، فيكو فين فليكزي، تريو البولندي، بيكس دورم وديموس، عندنا تريو فريدوكسي، تريو ماريوس. المفاجاه هنا اللي احنا كنا محتاجين نشوفها جدا: خالد وفاكس وهيرو بياخدوا توب 33 وبيتاهلوا للفاينلز على اي يو. هم كانوا سافروا فرنسا عشان الجلوبالز خلاص، بيتاهلوا بعد ما خدوا توب 34 بس كان في تشيتر في توب 33 اتعمل له بان وحظهم حلو الحمد لله اتاهلوا. معظم الناس كانت بتاندر استيميت اللعيبه بتاعت ميدل ايست عشان البليسمنت بتاعهم كل جلوبالز. كانوا واخدين صوره يعني ممكن تضايقنا عن ميدل ايست ان هم مش لعيبه. بالعكس خالد وفاكس وهيرو بيثبتوا لهم ان هم من احسن اللعيبه في العالم بيتاهلوا للفاينلز. عندنا كمان فانتوم بيلعب مع تيرتل وارتست بس للاسف ما تاهلش، خد توب 40. وبالمناسبه فانتوم ما تاهلش للجراند فاينلز بس هو في يو كي عشان بيدرس هناك، فعادي جدا نشوفه في الاوائل في التورنمنتس الجايه وممكن نشوفه بيكسب كمان التورنمنتس بتاعه الدو. وجود لعيبه من ميدل ايست في الفاينلز بيديهم موتيفيشن مش طبيعي قبل الجلوبالز، بيخليهم داخلين واثقين في نفسهم عارفين ان هم هيدخلوا ياخدوا بليسمنت حلو. الناس هتعمل لهم الف حساب في الجلوبالز، الصوره اللي الناس واخداها عنهم في العالم كله هتتغير. فشابوه خالد فاكس هيرو. ما وقفوش عند كده، هم كمان لعبوا التورنمنت بتاعه
اوسي انتكس كان عامل تورنمنت دو في الماب بتاعته، وخالد عمل كلاتش مش طبيعيه. خلينا نشوفها الاول. The shotgun swap gets the siphon nice. Nobody gets picked up before he gets the full health. Middle East making a big show of this. Wait a second. Oh my god. Wait a second. Holy shit, Globals, watch out. Middle East might be coming different. What did I just watch? I don't even know how to pronounce his name, but he's crazy. Mustache in the 1v1. Homie's a double pump prodigy. Jeez. 1v1. 76. Oh my god, he wins it against EU's finest. Who is this man? حتى اوسي ما كانش مصدق ان ده لعيب من ميدل ايست، وفضل يقول الناس تخاف من لعيبه ميدل ايست في الجلوبالز، الناس مش متوقعه اللعيبه بتاعت ميدل ايست ممكن تعمل ايه في الجلوبالز. المره دي رايحين قبلها بفتره واخدين بوت كامب، بيلعبوا كويس جدا، ان شاء الله نشوفهم في اعلى مراكز في الجلوبالز. ندخل على الفاينلز. عندنا فيرست بليس فيكو فينو فليكزي بيكسبوها بعد اداء وحش جدا في الويكس اللي فاتت، خدوا توب 11 وتوب 24 لو انا صح. زي ما تقول بيفوقوا في اخر ويك قبل الجلوبالز، بيدوا الناس اشاره ان هم موجودين، هم بيلعبوا كويس جدا. ممكن الحظ ما وفقهمش في الويكس اللي فاتت، بس الويك ده بياخدوا فيرست بليس. عندنا في توب 2 كومبو كوشاركو بلاخا بياخدوا توب 2 بعد توب 5 الويك اللي فات، توب 1 الويك اللي قبليه. اداء مش طبيعي، شفناهم طبعا في الجراند فاينلز اللي فاتت بياخدوا توب 2 في جيمين ورا بعض، كانوا محتاجين يكسبوا جيم واحد بس عشان يتاهلوا جراند فاينلز، بس للاسف خدوا توب 2 جيمين ورا بعض وما تاهلوش. السيزون ده بيلعبوا حلو جدا مع بعض. عندنا اي دروب شاريكامي البليسمنت بتاعتهم كونستنت جدا، بيتاهلوا فاينلز الثلاث ويكات، بيطلعوا توب 10 في الثلاث ويكات. خلينا نسكيب كل ده وننزل على توب 26. خالد وفاكس وهيرو بياخدوا 81 بوينت توب 26، بيمسوا الايرنينجز على 9 بوينت بالظبط. الماتش هيستوري بيقول كل حاجه، هم ماتوا 4 جام وفي سبون، الجيم الوحيد اللي لعبوه اند جيم خدوا ثيرد بليس ب 8 ايلمز. خلينا نقول ان دي البدايه، ان شاء الله في السكريمز اللي جايه هنشوف مستواهم الحقيقي، هنشوفهم في الجلوبالز ان شاء الله. متوقع لهم بليسمنت عالي جدا هم وكل التريوز بتوع ميدل ايست. عندنا اخر حاجه ان ايه، في كلاش ما بين بيتر بوت وكندا، فايلا نتكلم عليه. لو انت ما تعرفش فانا لغايه دلوقتي ما دخلتش جنيه من الكونتنت كريشن، فالطريقه الوحيده اللي ممكن تعمل لي سبورت بيها ان انت تستخدم كود باد زياد في الايتم شوب. خلينا ندخل على الفاينلز بتاعت ان ايه على طول. عندنا كلاش ما بين بيتر بوت وكندا، كلنا سمعنا عن كلاش ما بين بيتر بوت وكليكس، كلاش ما بين بيتر بوت وبويو. النهارده بنسمع عن كلاش جديد وهو بيتر بوت فيرسس كندا. كندا بيسرق منه الفيرست بليس، وهنتكلم في ده بعد كده، هنفهمكم ليه سرق الفيرست بليس وحرفيا سرقه. خلينا ندخل في اول حاجه. كندا فيرست بليس، ماتش هيستوري مش طبيعي. سكند بليس 12 ايلمز، سكند بليس 11 ايلمز، فيفث بليس 6 ايلمز، فيرست بليس فورث بليس، افريج بليسمنت 2.5، يعني مفيش احسن من كده، اداء مش طبيعي. بعد كده عندنا بيتر بوت فورث بليس 14 كيل، فيرست بليس 20 كيل، ثيرد بليس 13 كيل، 14 كيل، يعني باين قوي ان هو بيدبليو كي كالعاده، بيدبليو كي في وسط برو بلايرز ما بيهموش اي حاجه. الجيم الوحيد اللي خد فيه توب 11 كان بيحاول يجري في كندا كالعاده. كلنا عارفين بيتر بوت اول ما بيلاقي حد بيحاول يكسب منه التورنمنت بيحاول يجريفه. كان في دراما بتحصل اصلا في او اكس ار، بيتر بوت كان بيفايت ايبك ويل اوف سبون كل جيم وستيل بيكسبوا اوف سبون كل جيم. ايبك ويل بياخد توب 33 ب6 بوينتس في الستة جيمز كلهم. في جيم فيهم بنلاقي بيتر بوت بيديس انجيج هو والتريو بتاعه عشان كندا عمل روتيت عليهم عشان يعمل جريف، ودخل في الفايت ما بينه وما بين ايبك ويل. متعودين نشوف بيتر بوت عمره ما بيدس انجيج، بالعكس هو بيفايت التو تريوز وهيموت التو تريوز، ولكنه حاول ياخد حقه في الموفينج زون، حاول يجري في كندا، وحظ كندا ان هو كان في الموفينج زون ففي ثيرد بارتي قتل بيتر بوت. ورغم كل ده بيتر بوت بياخد سكند بليس فرق 50 بوينت بجيم ما اتلعبش. في جيم حصل فيه بج، التريو بتاع بيتر بوت ما دخلش الجيم، يعني لو دخلوا الجيم ده كان زمانهم كسبوا التورنمنت بكل سهوله. فعشان كده كندا سرق التورنمنت من بيتر بوت، بعيدا عن ان هم بيلعبوا حلو جدا مع بعض كندا ورابيد وبولتس، وبيتر بوت كان متوقع ان هو يكسبها، بس ممكن الجيم اللي هو ما دخلوش ده فرق معاه. كليكس وهيجز ويومزو اخيرا بنشوفهم توب 3 بعد ما كانوا بره المنافسه في الاسابيع اللي فاتت، ما طلعوش حتى توب 5 في الويك اللي فات ولا اللي قبله. النهارده بيثبتوا للناس ان هم لسه موجودين وقادرين ينافسوا، بياخدوا توب 3 بعد بدايه مش احسن حاجه، بس بيعملوا كومباك وبياخدوا توب 3 توب 4 توب 3 توب 3 باك تو باك، بيسكيور ثيرد بليس. عندنا بعد كده توب 4 التريو بتاع بويو. التريو بتاع بويو انا حاسس ان اللعبه عملت لهم جريف، هم كانوا بينزلوا ديمونز، كان بينزل عندهم الميداليون دايما، بقى الميداليون شويه في ديمونز شويه في ديستوبيا سيتي، فاللعبه عملت لهم جريف ببساطه، ما بقوش عندهم نفس الخطه اللي هم كانوا بيتدربوا عليها الاسابيع اللي فاتت كلها. محتاجين يشوفوا خطه يكسبوا بيها الجلوبالز، خطه يبداوا يركزوا عليها ويمشوا عليها.
متحمس جدا اشوف المنافسه هتبقى عامله ازاي في الجلوبالز، خصوصا ان كل الريجنز قويه. انا مش قادر احدد الريجن ده هو اللي هيكسب التورنمنت. عندنا هنا تريوز حلوه جدا، عندنا في ايو تريوز حلوه جدا، عندنا في ميدل ايست تريوز نتمنى ان هي تعمل حاجه ان شاء الله. ده كان فيديو النهارده، لو وصلت لحد هنا شكرا جزيلا ليك، وتنساش تعمل لايك وسبسكرايب وزر الجرس اختياري زي ما دايما بقول. مع السلامه.